ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نعمل البيتزا الحلوة اللي هي تنفع للمدارس وتنفع للموظفين اللي هم بيبقوا في شغلهم الصبح وبيجوا تعبانين. تقدري تعملي البيتزا وتقدري تفرزيها وتطلعي منها حسب احتياجاتك. تقدري تعملي منها بدل سندوتشات وتفرزيها وتطلعي منها الاسبوع كله. يلا بينا ويا صباح الورد على احلى متابعين حلوين. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بشير ولايك واشتراككم وكومنتاتكم بتساعدني جدا، ودي انا بهديها مخصوص للمشتركة اللي طلبتها مني، ولو اعرف مكانها اروح اوديها لها. وعايزة اقول لكم ان هي سهلة وبسيطة وجميلة. تقدري تعملي نوع واحد، لكن انا عملت لكم كل يعني 3 انواع من الحشوات، لكن انتي تقدري تعملي نوع واحد. يلا بينا نبدأ. معايا هنا ربع لحمة مفرومة، ومعايا ربع سجق، ومعايا ربع صدور بانيه، وطماطم طبعا غسلينها عشان خاطر نعمل بيها صلصة البيتزا. والخضار باين عليه انه فريش خالص عشان خاطر وكمان الوردة الحلوة دي انا جايباها مخصوص للمتابعين بتوعي حبايب قلبي. هنا بقى هنعمل الصلصة. هجيب طماطم مقطعها حسب المقدار اللي انت عايزاه، وبصلاية وثلاث اربع فصوص توم. وهنا هشوح البصلاية عشان خاطر انزل فيها العصاج، انزل فيها اللحمة المفرومة عشان تتعصج. يعني ابدأ كده اني احضر وادي الصلصة اهي شغالة على النار. ابدأ احضر الحشوات قبل ما اعجن العجينة. ابدأ احضر الحشوات عشان خاطر تلحق الحشوات تبرد عقبال ما العجينة تخمر. هنا بقى انا نزلت اللحمة المفرومة وهقلبها، وعشان طبعا هي كانت في الفريزر اللحمة كنت جايباها قبليها بيوم فاتجمدت فسيبها على راحتها. هنا بقى انا كده هحمر السجق من غير ولا نقطة زيت. ليه؟ لان السجق بيبقى فيه الدهون بتاعته، فانا مش عايزة ازود عليه دهون. يعني عشان خاطر الدهون دي حاجة مش حلوة، حاجة ضارة بالذات للكبار. يعني لو للأطفال ممكن الطفل بيبقى عايز نسبة دهون عشان خاطر النشاط، لكن الكبار لا، أنا ما انصحش. بس كده حمره منه فيه. بصي هو نزل دهونه اللي حمرته وتغطيه عشان يستوي من جواه. البخار ده بيسوي القلب، والبخار هو اللي بيخلي الحاجة جوسي وطرية وتبقى حلوة خالص. هنا بقى هجيب الفراخ مقطعاها قطع صغيرة، هو ربع صدر مقطعاه قطع رفيعة خالص. اديله صدمة وما اقلبوش كتير عشان خاطر ايه؟ ما ابدأش اقلبه الا بعد ما يبيض من تحت. اما احس كده انه خد صدمة وبيض، بصي كده، بصي من تحت ابيض. وبرضو حاطة الدهون حاجة بسيطة، معلقتين زيت، ما كترش. ليه؟ لان الحشوات بتاعت البيتزا ما بتحبش يكون فيها يعني مية، ما يبقاش فيها دهون كتير عشان العجينة. اقلب واغطي. ليه؟ عشان صدر الفرخة جامد، فلو انا ما غطيتش هينشف. لكن انا لو غطيت البخار بينزل على الحاجة يديها طراوة. حتى لو طاسة، اي غطا حلة، يعني مش لازم طاسة يكون ليها غطا، لا مش لازم. انا بستخدم غطا حلة تانية خالص، يعني على قد ما ايه، ما يعني اللي موجود اتصرف باللي موجود. اهم حاجة البساطة في الحياة، يعني مش لازم التكلفة ومش لازم البساطة. يعني اعملي عندك تقدري تعملي بيتزاية واحدة، اعملي بيتزاية واحدة. حشوة واحدة، حشوة واحدة بالجبن. ممكن تعمليها بالخضار اللي هي يبقى طماطم وفلفل وزيتون بس، مش لازم بالفراخ. بس عايزه اقول لك ان بربع صدر تقدري تعملي كده. حطيت الفلفل واديتها تشويحه، برضو انت عايزاه حار عايزاه بارد براحتك. حطيت طماطم مكعبات مخليه من البذر بتاعها، وحطيت بصله مقطعاها جوليان شرايح رفيعه، وبرضو تقلبتين. مش عايزه البصله تدبل ولا حاجه، انا هي تقلبتين كده بس عشان الفراخ تاخد طعم البصل كده وخلصت. كده يبقى ايه، انا هغطي عليها برضو عشان خاطر ايه؟ البخار ينزل على الخضار
يديله طراوة، ما يبقاش مستوي بس ما يبقاش برضو جاف قوي ناشف قوي، عشان لسه هنحط خضار على البيتزا من فوق. مش عاملينه اي حاجة. هنا انا جهزت الحشوات وقطعت طماطم شرايح وفلفل شرايح، وادي الصلصة وادي الوردة الحلوة. هنا كيلو دقيق، كيلو من الدقيق. هو اهم حاجة في الدقيق انه يكون متعدد الاستخدامات، يعني ما تروحيش تجيبي حاجة مخصوصة اغلى من السايب، لا، متعدد الاستخدامات. وتحطي معلقة لبن بودر ومعلقة بيكنج باودر ورشة ملح. هنا حطيت كوباية مية، حطيت معلقة سكر ومعلقة خميرة ومعلقة خل، ماشي، واقلب كويس. هحط كوباية مية تانية لان المية قليلة، كده كوبايتين مية عشان اوريكم برضو المواد السائلة هتبقى كام قد ايه. هنا معلقتين زيت، وبرضو الزيت هبدأ اخد وانا بعجن الزيت، واحط برضو الزيت ده احنا مش عارفين انه هيكفي ولا لا، هيبان في العجين. سبتها لما تخمر وكده. هنا العجينة الخميرة بانت انها ناجحة. ابدأ بقى ان انا ابدأ اقلب. ايوه، خلاص كده انا حطيت الخميرة على الدقيق، وابدأ اقلب كويس واشوف كده انا هحتاج اكتر من الكوبايتين ولا لا. انا ما احتاجتش، يعني انا شايفة كل ما بعجن الدقيق راح، فخلاص ده عايزة هي عجن وبس. الدقيق كده اتمزج في العجين، فخلاص كده انا كوبايتين بس. الدقيق كله مش زي بعضه، كله مش زي بعضه، بيختلف دقيق عن دقيق. في دقيق بيشرب مية، في دقيق لا. برضو كده انا افضل الت واعجن، لان العجينة البيتزا بتحتاج عرق، عايزين عرق العجينة. فنعمل ايه؟ اعجني على قد ما تقدر، 10 دقايق، ربع ساعة. واللي معاه عندك عجان اعجني في العجان، ما عندكيش يا حبيبتي ربنا يدوم علينا ايدينا نشتغل بيها حلوة خالص. انا بحب العجن بالايد جدا، وبكتبولي في الكومنتات يعني مين بيحب يعجن في الايد ومين لا، برغم ان انا ايدي بتوجعني جدا، ولكن انا بحب العجن بالايد. بحس بالعجينة اكتر، بحس بملمسها اكتر، بقدر اعرف بايدي هي. يعني ما بحبش البس الجوانتي لان ببقى مش فاهمة العجينة عايزة ايه، لكن وانا شغالة بايديا بقدر اعرف خلاص كفاية كده عجن ولا لا. مش عارفة كل الناس بتحس الاحساس ده ولا انا بس اكيد كلكم. طول عمرنا نحب نلعب بالعجين من واحنا صغيرين. كده انا حطيت معلقة زيت تانية، وبرضو اديها ما ترحميهاش، العجينة دي لازم تتضرب. اعجني على، بصي كل ما اعجن الاقي العجينة بصي بتلم. ايدي ملزقة، ايدي التانية اللي مش بعجن بيها مش ملزقة، هي العجينة كده خلاص. بس انا بقى ايه، ما سبتهاش. ادي عايزة انا المادة اللي بيتكون منها العرق هي اللي تشتغل، فبضطر اللي هي الجلوتين. بضطر ان انا بقى ايه اعجن مرة واتنين وتلاتة، عايزة اخد احلى نتيجة، فبشتغل كتير في العجن. كيلو دقيق بس بصي ماسكاها زي الكورة. كده انا خلصت، وجبت بلاستيكة عصتها زيت، ودهنت وش العجينة زيت برضو، واغطيها بفرطة نظيفة واسيبها على جنب. هنا بقى كده العجينة خمرت معايا، ابدأ اقرص زي ما انت عايزة. التقريص ده بقى يرجع لك انت عارفة كام أسرة، كام عدد افراد الأسرة قصدي. بتبقي عارفة ازاي هتدي لكل واحد قطعة صغيرة لو طفل، ولو كبار بقى هتعمليها كلها كبيرة. هتعملي بدل السندوتشات، بيتزا بدل السندوتشات، ده فعلا يرجع لك برضو. انت اللي عارفة كل حاجة في البيت، عارفة البيت يدار ازاي، عارفة هتقسمي ايه وتعملي ايه. فانا عن نفسي عملت جزء صغير عشان احطه في اللانش بوكسات للاطفال في المدرسة، وعملت جزء ان انا ايه اقضي بيه يومي، يعني اعمله بدل غدا. فانت بقى وراحتك
هتعمليها بالليل للعشاء تمشي انا صراحة عملتها بالنهار، فعملت جزء، عملت 3 بيتزات كبار للغدا، وعملت 12 بيتزاية قسمتهم على 3 مرات للمدارس. يعني في اول الاسبوع وفي نص الاسبوع وفي اخر الاسبوع، ما ينفعش ان انا ادي كل يوم ورا بعض لان الطفل بيزهق، او كل اسبوع اطلع مرة. دي افكار، لكن برضو ست البيت هي اللي عارفة ايه النظام اللي هي يمشي معاها. هنا بص انا عملت 12 واحدة صغيرة، وكبار 3 كبار. هعمل 3 كبار ب3 حشوات معينين كل بس انا لقيت ان انا لو فردتها مش هقدر اتحكم فيها زي ما يكون في الصاج. انا فردتها في الصاج عشان ما اشيلهاش من هنا واحطها هنا وتتقطع وتعمل، لان انا رفعتها خالص، خليت سمكها نص سنتي عشان ما تبقاش زي العيش، ما تبقاش تقيلة، ما تبقاش العجينة فيها اكتر من الحشوة. لا، انا عايزاكي تحسي بطعم الحشوة. هنا الصلصة اللي عملناها بايدينا، وحطينا فيها زعتر، وحطينا فيها روزماري، وحطينا فيها توم باودر وبصل باودر وملح فلفل اسمر، بعد ما ضربناها كويس في الخلاط. كده انا دهنت الصلصة، واحط الجبنة الموتزاريلا، طبقة من الجبنة الموتزاريلا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، نوزع الجبنة الموتزاريلا، مش لازم تكتري بس وزعي. بعد كده بحط بصل بس مدبلاه مش مدياله لون، انا مدبلاه بس، يعني يا دوبك تشويحتين كده في معلقة زيت. دي اول حشوة. السجق اللي انا حمرته معاكم قطعته قطع صغيرة، وبدأت ان انا برضو اوزعه. مش لازم تكتري، يعني هو يعني على القد كده، يعني مش لازم تملي البيتزاية، لا. وطماطم شرايح، وفلفل شرايح. وبعد كل ده اروح منزله الخضار اللي يعجبني. يعني مش لازم تتأيدي بالخضار، يعني ممكن في ناس بتحط جزر، في ناس بتحط زيتون ملون بقى الوان كتير، في ناس بتحط الفلفل الاصفر والاحمر والاخضر. بعد كده بغطي بطبقه برضو صغيره من الجبنه الموتزاريلا. خلاص خلصت، واشتغل في اللي بعدها. ابدأ بقى ان انا ان انا اعمل واحدة تانية. برضو هشتغل الكبار الاول. بصي هنا العجينة كانت ارتاحت اكتر، فاتفردت معايا اسرع. يعني ممكن انتي تسيبي العجينة نص ساعة قبل ما تشتغلي، ما تشتغليش بعد ما تقرصي على طول، عشان خاطر يكون العجينة ريحت. برضو هنا الصلصة، برضو عايزة تكتري تقللي، انا بحب اكتر الصلصة. فمش كل الناس زي بعضها، في ناس تحب الحاجة خفيفة، في ناس تحب الحاجة تقيلة، في ناس تحب الحشوات خفيفة، في ناس تحب الحشوات تقيلة. انتي وزي ما حبيبتي يريحك. هنا برضو طبقة من الجبنة الموتزاريلا، او زي ما انتي عايزة ممكن تعملي ميكس من الجبن، مش لازم جبنة موتزاريلا بس. في كيس بيتباع كده جاهز ميكس من الجبن. بعد كده تحطي البصل برضو اللي هو المدبل ده. بعد كده دي الحشوة التانية، عصاج لحمة مفرومة معصجة، برضو ترشي منها كده. بصي لما انا ربع لحمة وحطيت عليه بصلتين، فاداني كمية، يعني ما يعني مش حاجة قليلة، لا اداني كمية كبيرة. ف... ف... البصل بيحلي اللحمة المفرومة خالص، لما يديها طعم جميل. بس ورصي بقى الطماطم. هنرص الطماطم كده زي ما انت عايزة. يعني المرة اللي فاتت كنت عاملاها كده بالطول، المرة دي لفتها كده زي ما تكون وردة. والطماطم برضو في ناس بتحب تكترها، وفي ناس ما تحبش تكترها. البيتزات بقى برضو ممكن تعملي واحدة سبايسي وواحدة باردة للأطفال، زي ما انت عايزة.
واحدة حامية، ولو حد كبير ولا حاجة بيحب الحامي انتي وراحتك. بس بعد كده احط بقى كده الزيتون. الزيتون ده كان عندي مشترياه مخصوص يعني، حتى ما حطيتوش في اول بيتزاية. زيتون اخضر، زيتون اسود، زي ما انت عايزه. بس حبة الجبنة الموتزاريلا من على الوش عشان تدي المطة اللي هم عيالنا بيروحوا يشتروها من بره عشان المطة دي. فوريكي برضو انها تدي مطة حلوة خالص. دي التالتة بقى. بصي ريحت خالص، حتى في الفرد رهيبة. كانت سريعة جدا، كانت ماشية معايا زي ما وديها تروح. مش لازم تبقى دوران قوي بالذات يعني. الصاج المربع ده مش بيديني الدوران اللي انا عايزاه، ولكن يعني ما نتقيدش يعني. انا ما عنديش الصواني المدورة، لكن ما نتقيدش يعني. السيجان دي بحبها قوي لانها بتنفع في كل حاجة. يعني بحط فيها العلب الكب كيك، الكوبايات الكب كيك اللي ماسكة نفسها. بعمل فيها ال ال الكيكة بتاعت التورت اللي هي المربعة الكبيرة. يعني بتنفعني في حاجات كتير. بعمل فيها ساعات البشاميل، المكرونة البشاميل، لما اكون عايزاها طبقات رفيعة او يكون العدد الناس كتير. بس كده انا خرمتها برضو عشان ما تقبش زي رغيف العيش، ودهنتها صلصة، وودي برضو ايه رشة خفيفة كده من الجبنة الموتزاريلا. وهحط كده الحشوة التالتة اللي هي ايه، اللي هي الفراخ المقطعة شرايح كده زي الشاورما بالظبط. يعني زي الشاورما. بصي البصل بقى، لازم البصل ده يحلي اي اكله، بيدي مناعه. حلو البصل، كل ما ينخش في البرد اديها بصل في اي حاجه يعني. بس هنا الفراخ اهي شوحتها وكرملت البصلايه اللي فيها خالص. بصي حتى لونها اختلف خالص عن ما كانت بادئه. بضغط ضغطه كده على الحشوه عشان ما تبقى مول يعني في تبقى ماسكه في البيتزاية من تحت، عشان الجبنه الموتزاريلا من تحت ومن فوق فيمسكوا ببعض كلهم، ما تبقاش الحشوه عايمه. بس وازوق بالطماطم. والف هنا وشفا على قلوبكم وعلى قلب المشاهده حبيبه قلبي اللي طلبت مني البيتزا. يا رب الفيديو يعجبها، ويا رب يعجبكم كلكم. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش وتدعموني. دعموني لان قناتي مش هتكبر غير بيكم ومعاكم. شكرا لكل حد بعتلي كومنت واي حد دعمني. شكرا لمشتركيني حبايب قلبي. هنا بقى البيتزاية الميني بيتزا الصغيرة دي سهلة خالص، ودي حلوة قوي 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 في وقت المدارس. يعني في وقت المدارس دي بتبقى روعة روعة. يعني ما تسهل على الواحدة، يعني اطلعها من بالليل الصبح الاقيها زي ما تكون لسه تكون التلج اللي فيها راح، ادفيها كده واحطها للعيال في اكياس في اللانش بوكس، في ورقة مناديل، في كيس ورقة زبدة الفها لها فيها، وياخد كل عيل 2. حلو قوي. برضو اخرمها عشان ما تقبش زي رغيف العيش. بس وندهن بالصلصة. الميني بيتزا بتبقى احسن من البيتزا الكبيرة على فكرة بالنسبة للطفل. يعني طريقة المسك بتبقى اسهل غير البيتزا الكبيرة. مهما تقطعيها رفيعة الطفل بتبقى واقعة منه شمال ويمين، مش عارف يتقن مسكتها. لكن الميني بيتزا بتبقى سهلة على الأطفال قوي. أنا بحب أعملها للعيال الصغيرة علشان بتبقى سهلة للمسك، بيبقى ماسكها كويس كده وهي صغننة خالص. وزي ما انتوا شايفين عاملة قد القرصاية. بس وزواق بقى زي ما انت عايزة. عندك خضار بس تقدري تعمليها، ما تحطلهاش لا لحمة ولا سجق ولا فراخ. تحطيها بالخضار، صدقوني مفيدة.
يعني مفيدة جدا. ممكن تعملي ميكس جبن، ممكن تعمليها بالصلصة بس، على فكرة يعني ممكن تعمليها بالصلصة بس، ممكن تعمليها بالخضار تبقى احلى وافيد لعيالنا. تعمليها بالجزر وفي ناس بتعملها بالجزر والكوسة. انا شفت زميلة بنتي كانت مامتها حاطه العيش التوست ده وعامله لها برضو زي شكل البيتزا. حلو خالص. حلو التغيير للاطفال، حلو قوي. لكن السندوتشات الروتين اليومي ده مش حلو. ندور نعمل لهم ايه اللي بيبقوا جاذب نظرهم بره. وخلي بالكم ممكن نعمل برضو كشري مصري. ونحط ونجيب العلب اللي هي بتتباع بالغطيان دي ونعملها برضو للمدارس عادي. تغيير حلو. طفل بالذات ما ينفعش انك انتي تعملي له روتين يومي سندوتشات كل يوم. لا، مرة بيتزا، مرة سندوتشات، مرة مكرونة، مرة بطاطس محمرة. العيل لما تنوعي له ما يزهقش وتلاقيه كل حاجة بتديها له يخلصها، ما يرجعلكيش بيها يعني. بصوا الجمال، منظرها تحفة تحفة. وتسهل عليكي خالص، تسهل عليكي خالص روتين السندوتشات الرهيب ده اللي لازم نصحى له بدري ساعة قبل المدارس عشان نعمله. ده بقى يسهل عليكي خالص. تحطيه في الفريزر، طلعيه قبليها بيوم بالليل لو ما عندكيش ميكروويف. تصحي الصبح يا دوبك تدفيه في الفرن، تدفيها مش تسخنيها عشان خاطر ما تنشفش. وادي الكبيرة، ادي البيتزاية الكبيرة. بصي المطة، بصي المطة تحفة. وبصي طرية ازاي، بصي بصي الجمال. بصي المطة، الجبنة لما حطيتي راق من تحت وراق من فوق، فيعني كانت صراحة كانت مطتها كبيرة قوي، حلوة وجميلة وطعمها كان تحفة. حاجة البيت دي حاجة تانية. انا مرة اشتريت بيتزاية من بره كانت عاملة زي العيش المرحرح، او كانت عاملة زي العيش حتى اللي ملوش طعم. يا ريت الفيديو يعجبكم، ويا ريت المحتوى اللي انا بقدمه ينال اعجابكم. فرحني قوي كومنتاتكم، ربنا يدومكم نعمة في حياتي. ويا ريت يا ريت تدعموني، محتاجة دعمكم قوي. ربنا يا ريت تدعموني، انا محتاجة دعمكم قوي. دعمكم هيشجعني وهيخليني اعمل اكتر. شكرا ليكم ومع الف سلامة.